في صيف 2019 الزمالك بيضم امام عاشور من المحله. الصفقه كانت هتقف في اللحظات الاخيره لحد ما قرر اللاعب يتدخل ويدفع 2 مليون جنيه من جيبه، قيمه الفرق اللي بين عرض الزمالك ال 10 مليون وطلب المحله 12 مليون. لعيب قدم تضحيه ماليه عشان يحقق حلم عمره في الانتقال للنادي اللي بينتمي له وبيشجعه. امام عاشور جه للزمالك وينج ليفت واعد، صغير في السن 19 سنه. طبيعي ان هو في بدايه فترته محتاج يتطور ويشتغل على نفسه اكتر عشان يقدر يشارك مع فريق بطل زي الزمالك. في اول سنه ليه مع الزمالك امام ما شاركش خالص وما ظهرش بشكل كويس. تاني سنه اللعيب برضو عانى وما ظهرش بشكل كويس، لحد ما قرر كارتيرون اعطائه الفرصه في مركز 8. هنا بدات امكانيات امام عاشور تظهر. مع عوده فرجاني ساسي رجع تاني امام عاشور بعد ما قدم مستويات كويسه جدا مع الزمالك. رجع امام عاشور تاني يتحول للاعب. بالمناسبه امام عاشور بمناسبه العقوبات، ماتش الزمالك كان بيلعب في الجزائر، مش فاكر في المولوديه او حاجه زي كده. امام عاشور قلب وشه بس، تمت معاقبته ونزل التمرين مع الشباب. وبسببها، بسبب نزول التمرين، الفارق بس بين بيئه الزمالك وبيئه الاهلي اللي بيتكلموا عنها ان امام امتثل للعقوبه في الزمالك ونزل فعلا التمرين مع الشباب، بل ولعب معاهم ماتش الاهلي جوه النادي الاهلي اللي حصلت فيه المشكله الشهيره والهتافات المسيئه من امام. تمام؟ يعني اللعيب اتعاقب في الزمالك وامتثل للقرار بسبب قلبة وش، مش بسبب ان هو يقعد احتياطي. تمام؟ يعني بالنسبه الكلام على العقوبات وان الاهلي دار تهذيب وتقويم واصلاح والكلام الفاضي ده اللي محدش بياكل منه دلوقتي. وبرده الاهلي مصمم عن طريق لجانه واعلاميه يبيعوا للناس، برده مصمم يبيعوا، برده كل ده بيحصل هم مصممين برده عافيه. ما علينا. امام عاشور تحول في فترة كارتيرون للعيب مهم لما تم إشراكه في مركز 8. ثم جه باتشيكو اللي اعتمد برضه على فرجاني ساسي في بدايته لحد ما راح على فرجاني ساسي، وإمام عاشور بدأ يظهر بشكل يناسب إمكانياته. النقطة الفاصلة في مسيرة إمام عاشور كانت تولي فيريرا. فيريرا طريقة لعبه كانت بتعتمد على وجود 3 في خط الظهر، والباكين بيضموا على لعيبة الدايرة عشان يبقى 3-4-3. الطريقة دي ساعدت إمام عاشور على اظهار امكانياته بالشكل الامثل. لعيب متحرر تماما، بيتحرك على الاطراف وبيجي من تحت وبيشوط وبيعمل كي باس ولونج باس. لعيب مهم ولا غنى عنه. هنا في الوقت ده تحول امام عاشور لنجم شباك في الزمالك، لانه اصبح لعيب ذو اهميه بالغه وقصوى للفريق، لعيب لا يمكن الاستغناء عنه. تمام؟ قرر مجلس مرتضى منصور او مرتضى منصور، لان احنا طبعا بنختزل فتره مرتضى منصور في شخصه، هو كان الراجل الحاكم الناهي بامره يعني هو وعياله. فمرتضى قرر يبيعه الميتلاند للاعب طبعا مرغما رحل الى ميتلاند. بعد كده الدنيا ما مشيتش معاه في ميتلاند تمام، فقرر يرجع تاني على الزمالك. كلمهم انا عايز ارجع، انا الدنيا مش ماشيه معايا هناك. لا والله ده احنا عندنا ازمه ماليه، ده احنا معناش فلوس، ده احنا لدرجه اتقال له في الاخر بعد ما قعد فتره كبيره في النادي ان هو كان بيتاهل كمان من اصابته في النادي. اتقال له اتحمل انت الفلوس دي. طبعا هو صعب يتحمل، هو 3 مليون دولار، معهوش اصلا 3 مليون دولار. وهنا بيتدخل النادي الاهلي وبيقنع اللاعب بعد ما قدم له كل حاجه ممكن اي لعيب في الدنيا يتمناها، مع وعد بان هو يكون النجم الاول للفريق ونجم الشباك ولاعيب اساسي في المنتخب وفي الاهلي. وهنا وطبعا عرض مالي لا يرفض ولا يقاوم، عمر اللاعب ما خده في حياته. تمام؟ فاللاعب بيقرر الانتقال للاهلي عشان يبدا مسيره جديده من كله مع الاهلي. مسيره هو فيها نجم شباك ونجم كبير وعليه امال، وكمان مفروض في الوقت ده الاهلي بيديك فيه كل ده انت تثبت في الملعب انك انت تستحق كل ده. امام عاشور قدم مستويات كويسه مع الاهلي، لكن مش هي المستويات اللي تخليه نجم شباك والنجم الابرز للاهلي على حساب لعيبه زي عمرو السوليه او زي حسين الشحات او زي قفشه حتى. لعيبه فعلا حققت بطولات مع الاهلي وقدمت مع الاهلي مستويات واستمراريه على مدار سنين. انت نجمته عليهم، انت اديته واحد من اعلى المرتبات في الفريق، انت خليته راجل اهم وجه اعلامي، لازم يطلع في الاعلانات، لازم يطلع ويتنجم، لازم الصفحات تتكلم عنه، لازم السوشيال ميديا تخليه نجم الفريق. ده هو احسن لاعب في افريقيا، ده هو مش عارف ازاي حسام حسن ما خدوش. محاولات دائمه ومتكرره لاثبات ان هي صفقه القرن، وان هو ده الصفقه اللي جت ايه، وان احنا جبناه ايه، وان احنا لازم ايه، وان احنا خليناه نجم الفريق، وان احنا اللي هنربيه، وان احنا ازاي. مع ان الاهلي في طريق تعاقد مع امام عاشور داس على كتير من مبادئه، لكنه برضه مصمم ان هو يمشي في نفس الطريق
ومهما عمل اللاعب فاللاعب فوق المبادئ وفوق قوانين ولوائح الاهلي. هتقول لي الاهلي غرمه بمناسبه مشكلته مع محمد رمضان والشناوي، هتقول لي الاهلي غرمه مليون جنيه، اقول لك ده كله الاستهلاك الاعلامي. لان ببساطه عقد امام عاشور اللي مسجل في اتحاد الكوره قيمته 2 مليون و800 في السنه، لان الاهلي بيعمل عقود صغيره وبيمثلها عقود اعلانات كبيره. اوكي، فانت عقده 2 مليون و800 في السنه الا بخصم 5% من قيمه العقد. اقصى حاجه ممكن تخصمها من اي لاعب 5% من قيمه عقده. فايه 5% من قيمه عقد امام عاشور الرسمي حوالي 140 الف جنيه. فانت ما ينفعش تزود عن كده. كده هتبقى طبعا الغرامه هتبقى باطله بسبب اللوائح. فانت غرمت مليون جنيه ده للاستهلاك الاعلامي. احنا عارفين ان مفيش حاجه اسمها غرامه، وامام مش هيتغرم جنيه واحد. حتى فكره مشاركته مع الناشئين والكلام ده دي مش هتتم برضه، الايام بيننا مش هيحصل برضه. لان امام الاهلي في سبيل التعاقد معاه تنازل عن اشياء كتير قوي. الاشياء اللي تنازل عنها الاهلي جه الوقت ان هو يدفع ثمنها مع اللعيب. انت حولت لعيب، انا اسف يعني في اللفظ، لعيب بكر ما بيتكلمش، ما يعملش حاجه. للعيب الشخص اللي قدامنا ده مشكله فرض الامن بتاع المول، مشكله جاره دي، ودلوقتي مشكلته مع كابتن الفريق ومع مدير الكره في الفريق. انت حولت لعيب متزن، لعيب بيتطور من نفسه، ولعيب صاعد بسرعه الصاروخ في الكوره. مره واحده بتقول له انا خليتك نجم وهديك فلوس ما كنتش تحلم بيها، بس تعالى العب عندي وسيب النادي اللي انت بتنتمي له، وبيع النادي اللي انت بتنتمي له، وقول على النادي اللي انت بتنتمي له كذا وكذا 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 وكذا. ده نفسه خلق من امام شخص تاني خالص غير امام اللي لعب في الزمالك وظهر في الزمالك. حتى المستويات اللي قدمها في الزمالك مختلفه تماما عن اللي بيقدمه مع الاهلي. ده لعيب في الزمالك بيموت نفسه في الملعب، للعيب شايف نفسه على كل خلق الله. كل ده بسبب ما فعله مجلس اداره الاهلي من اول يوم لامام مع الفريق، ويدفع ثمنه. طبعا انا مش عايز اذكر بقى الكلام اللي بيقولوه اشباه الاعلاميين او الابواق بتاعه الاهلي، ان الاهلي بيئه وان مش عارفه ايه، لو كان احاسبه بمبادئي واحاسبه بقيمي هو ما عملش حاجه غير عندك. وحتى وهو عندي ما عملش حاجه غير ان هو اعتدى على الكابتن بتاعك وشتم رموزك وجمهورك في قلب النادي الاهلي، وتم عقابه. هو عندي. يعني الحاجتين اللي عملهم هو عندي كانت اهانتك واهانه رموزك واهانه جمهورك واهانه كابتنك وهو عندي. ولما راح عندك ما بقاش بقى يعمل كده، خلاص الموضوع كبر معاه بقى. انا بقيت راجل كبير ونجم شباك، فلا بيتخانق مع خلق الله التانيين بقى، مع فرد امن في مول، مع جاره. مؤخرا لعيب بيتطاول على كابتن الفريق محمد الشناوي المحترم، ويتطاول على محمد رمضان مدير الكوره. حتى في الستوري لما اللعيب نزل الستوري اللي تهكم فيه على الكابتن محمد رمضان، للاسف وجدت اهلاويه بيقولوا ان عادي وان الاعتذار مقبول وان مش عارفه ايه، لمجرد برضه المكايده. اللي انا عايز اقوله ان الايام اثبتت ان صفقه امام عاشور صفقه للاهلي ضررها اكبر بكتير من فوائدها، ومع مرور الوقت هنكتشف ان هي ملهاش فوائد خالص اصلا، وان هي صفقه كانت مضره بكل شيء. في الاخر بس انا على يقين ان السؤال اللي لازم اساله في الوقت ده مش هو امتى هيتوقف امام عاشور عن كده ولا امتى هيتغير، لا، مشكله امام عاشور الجايه مع مين في الاهلي.